الناصرة أيمن عودي رئيس القائمة المشتركة في الكنيسة الإسرائيلي. مرحبا بك سيد أيمن. خرجت مظاهرات تضامنية في الناصرة وعدد من القرى العربية، أنتم من حكم موقعكم كيف تقيمون الأوضاع والمواجهات الدائرة حاليا؟ أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين. نحن نخرج إلى الشوارع ونتظاهر كلما تظاهر الشعب الفلسطيني، لأننا لسنا محميات طبيعية ولسنا دواجن. نحن جزء من الشعب الفلسطيني، جزء من الجرح وجزء من العدل الفلسطيني. لهذا نحن نخرج. في ذات الوقت لنا خصوصيتنا ونحن نؤكد على هذه خصوصيتنا. نحن نؤكد على النضال المدني الديمقراطي الذي يقول الموقف بكرامة إلى جانب الشعب الفلسطيني، وفي الوقت ذاته يهتم بحماية شبابنا. هذا هو توجهنا هنا. نحن خرجنا إلى الشوارع في كل مكان، ولكن واضح أن السلطة الإسرائيلية هي التي تريد التصعيد، هي التي تبطش بهذه المظاهرات. قبل يومين شاركت بمظاهرة بالناصرة ربما شارك بها 200 شخص، وبالمقابل كان 5000 شرطي إسرائيلي قبلتهم واستعملوا كل أساليب العنف. لهذا واضح أن السلطة الإسرائيلية وخاصة نتنياهو الذي يواجه عزلة دولية والذي أيضا فقد ورقة التهديد الإيرانية يريد إعادة إنتاج العدو، والعدو هو الفلسطيني، وهذا يشمل الفلسطينيين داخل إسرائيل. هذا يقول أن علينا أن نواصل النضال المنظم الذي نعرف أوله ونعرف آخره، نسمع صوتنا، ولكن في الوقت ذاته نفوت الفرصة على نتنياهو كي لا يجني أرباحا على حسابنا. طيب سيد أيمن، هذا الكلام جميل والمظاهرات التضامنية أيضا جميلة، ولكن برأيك هل هذه المظاهرات كافية أم بإمكانكم القيام بإجراءات أخرى؟ نعم، نحن بإمكاننا. أنا دائما أقول المعادلة التالية، بأن كل احتلال يزول بعاملين اثنين. العامل الأول والأساسي والجوهري على الإطلاق هو أداء الشعب الواقع تحت الاحتلال. العامل الثاني هو الرأي العام داخل الدولة التي تمارس الاحتلال. لهذا من موقعنا نحن الفلسطينيين داخل إسرائيل نشكل 20% من المواطنين. في حالة بناء جسور مع قوى عاقلة وعدم حرق هذه الجسور، مثل المظاهرة التي كانت في تل أبيب بالأمس، مظاهرة يهودية عربية مشتركة ضد نتنياهو وضد حكومة الاحتلال، هذا الأمر يجب أن نعززه أكثر وأكثر. في البداية نكون صوتا صارخا في البرية، ولكن هذا الصوت يكبر أكثر وأكثر، وهو صوت مهم لشعبنا الفلسطيني ويجب أن نقوم به حثيثا في هذه الأيام. طيب سيد أيمن، دعني أسألك في نقطة أخرى. المشتبه بأنها حاولت طعن إسرائيلي في العفولة من سكان الناصرة، هل عرب إسرائيل دخلوا فعليا على خط المواجهة؟ نحن الفلسطينيون داخل إسرائيل موجودون بنضال دائم منذ العام 48 لليوم. جربنا بحالات أصعب من هذه بكثير، وقدنا أيام كفاحية أصعب من هذه بكثير. أنا أريد أن أقول أن نضالنا هو ليس النضال المسلح ولا استعمال أي نوع يواجه المدنيين. وبالنسبة لهذه الأخت من الناصرة فلم يثبت أبدا بأنها استعملت السلاح، هذا لم يثبت أبدا. نعم. الأمر الأكيد بأن قوات الشرطة هناك أطلقت عليها النار دون أي سبب، كان بالإمكان التوجه إليها والسيطرة على الوضع دون إطلاق الرصاص بأي شكل من الأشكال. ولكني أريد أن أعود إلى المربع الأساسي. نضالنا شعبي مدني من خلال موقعنا، هو ليس نضال من يحمل السلاح، هذا أمر غير مقبول في سياقنا.
أيمن عودي رئيس القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، شكرا لك. ونبقى في هذا الموضوع ومعي أيضا في الاستوديو الصحفي في BBC فراس الخطيب. مرحبا فراس. عامل جديد يدخل اليوم على خط المواجهات الدائرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهي عمليات الطعن